دي الحلقة الخامسة من سلسلة رحلتي للاستقرار المالي. الفيديو ده مش هيبقى طويل عموما، فخلينا نخش على البروفوليو بتاعنا. ده طبعا البروفوليو بتاعنا يا جماعة. معايا 45,260. لو بصينا هنا أنا غيرت استثماراتي خالص. آم، حاليا أنا كسبان 2220، 226 بالظبط، كسبان على التوتال بورتفوليو بتاعي 5.19%. حطيت فلوس، سحبت طبعا فلوس من شركة منصورة للدواجن، حطيت أغلب فلوسي في شركة أكرو جروب أو أكرو للسقالات. ليه؟ هقول لكم كمان شوية. بس أنا غيرت كام حاجة. طبعا مؤشر البورصة طلع جدا، أنا كسبان 22% من مؤشر البورصة اللي هو EGX30. وأزمة جولد كسبان حوالي 20% من الذهب، فدي حاجة عظيمة. بس المشكلة إن أنا حاطط فلوس عبيطة فيهم، فمش كسبان كتير. أم طبعا الشركة دي العربية الأسمنت كسبان فيها 14%. أنا كنت كسبان فيها 45% وأرقام كده، لكن حطيت فلوس أكتر فطبعا العائد قل، لكن لسه كسبان الفلوس زي ما هي. أوكي. أم طبعا الخسران في اكرو جروب حوالي 400 جنيه، بس لازم تتقل على السهم بتاعك شويه. للاسف انا مش عارف اتقل عليه، لان انا في كام حاجه هقولها لكم دلوقتي وهعملها. ما تخافوش، فيديو النهارده مش طويل. انا بس بوريكم ايه الحاجات اللي بتحصل معايا. ولو عايز تشوف الصفقات اللي انا بعملها ممكن تعمل سبسكرايب وتشوف الشورتس، بعمل فيها صفقات تداول، وبوريكم العوائد، خسرت كسبت، بوريها قدامكم. فيلا بينا نخش على اول شركه، ولا هي اكرو جروب او اكرو مصر للشدادات. سوري، مش عارف ايه اكرو جروب معلقه معايا ليه. المهم اكرو مصر للشدادات في اخر بيان ليها بتحدد موعد انعقاد لمناقشه الشطب من البورصه. هي هتتشتت من البورصه، هتتشتت سوري من البورصه. ليه؟ بس شطب اختياري. طبعا دي حاجه بترجع للملكيه بتاعت الشركه. الناس اللي بتبقى مالكه الشركه تبقى في يعني فكر بيقول لك انا بكسب وكده، فانا مش عايز اشارك الربح مع حد. فده ممكن يكون فكر اكرو مصر للشدادات، ما نعرفش برضو. خلينا نقرأ البيان. قالت الشركة في إفصاح البورصة المصرية يوم الثلاثاء أن العمومية سوف تنظر في اعتماد دراسة القيمة العادلة المعادة من المستشار المالي المستقل وتقرير المراقب الحسابات عليها. هيجيبوا مستشار مالي مستقل مش تبع الشركة يحدد لهم القيمة العادلة للشركة. فطبعا الموضوع ده بياخد وقت، لكن الخلاصة تضمن قرار مجلس الإدارة الشراء أسهم المعترضين والأسهم الذين يبدون رغبتهم في عدم استمرار في الشركة بعد شطب بواقع 129.29 جنيه للسهم. يعني انت لو معاك سهم وخلاص، لو انت معترض ان قرار الشطب او انت عايز فلوسك، فانت ليك 129.29 قرش. اقل حاجه لو انت فضلت ماسك السهم لغايه يوم الشطب من البورصه. ده تعويض من الشركه ليك. فطبعا عشان انت كمستثمر، فانت معاك فلوس ومالك في الشركه. افرض انت عايز تكمل، فالشركه بقى بتعوضك لكده. فبس طبعا في اجراءات كتيره بتحصل. ممكن نشوف توزيع ارباح من شركه اكرو مصر للشدادات. فده بس. فالقيمه العادله 129، السعر في البورصه او السعر في الشاشه 120. فدي صفقه مضمونه جدا حرفيا. يعني انت لو استثمرت انا بضمن لك ان انت هتكسب. آم، بس كده. لو انت استنيت ليوم الشط هتاخد الفلوس، هتاخد على الاقل حاجه 129 اذا ما كانش اكتر من كده. ممكن تكسبهم من نسبه تغير السعر، ولسه احتمال كبير يكون في توزيع ارباح. تمام. نخش على الشركه التانية واللي انا مستثمر فيها اوريدي، واللي هي العربيه الاسمنت. طبعا البورصه اعلنت ان شركة العربية للأسمنت هتوزع كوبون بواقع 2 جنيه بوينت 94 جنيه للسهم الواحد اعتبارا من 24 ديسمبر. طبعا في مؤشر قوي إن الأرباح بلغت 2.52 مليار جنيه، والسنة اللي قبليها كانت 664 سوري مليون. فده مؤشر قوي إن الأرباح بتزيد. ده أول حاجة. الإيرادات زادت
بواقع 8.8 مليار، مقابل السنة اللي قبليها كانت 6.38. فالشركة وضعها الربحي كويس جدا، وتوسع كوبون، ده أعلى كوبون في قطاع الأسمنت. شركة قناة للتوكيلات الملاحية، نقطة هنا، الشركات اللي هي في البورصة، اللي هي تبع قطاع التوكيلات الملاحية، غالبا يعني بتوزع أرباح كبيرة جدا بالنسبة لسعر السهم. تعال أقول لك إزاي. أم... زي ما احنا شايفين هنا، البورصة أعلنت إن توزيع نقدي لشركة القناة للتوكيلات الملاحية بإغلاق جلسة يوم الأربعاء موافق 17 ديسمبر. 17 ديسمبر آخر يوم تستحق توزيع الأرباح. كم توزيع الأرباح يا نجم؟ 2.899، يعني حوالي 2.90 جنيه تقريبا، يعني حوالي 8 أو 9% من سعر السهم. يعني أنت لو معاك 10,000 هتكسب حوالي 900 جنيه 800 جنيه لو أنت يعني شاركت في الأرباح دي. تمام. وبس كده. وكانت قناة التوكيلات الملاحية حققت صافي ربح مليار جنيه تقريبا. والسنة اللي قبليها 726 مليون. طبعا مؤشر كويس، الأرباح بتزيد، وضع الشركة كويس جدا. نخش على الشركة التانية. البورصة تعلن إنها تحقق موعد توزيع الكوبون الوطنية للإسكان. طبعا شركة الوطنية للإسكان هتوزع ربح، وآخر يوم هيكون يوم 24. تستثمر قبليها، يجي لك التوزيع النقدي إن شاء الله بواقع 7.5، يعني 8% من سعر السهم تقريبا برضو. لو معاك 10,000 جنيه تاخد 800 جنيه تقريبا. بحاول أقربها لك. والأرباح طبعا برضو بتزيد. هنا الأرباح قلت. يشير إن الوطنية للإسكان النقابة المهنية حققت أرباح بلغت 45 مليون خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، يعني في ال9 شهور، مقابل أرباح بلغت 51 جنيه في الفترة المقارنة من 2024. فهنا الأرباح للأسف قلت. خبر مش إيجابي، وفي نفس الوقت مش وحش قوي، لأن الأرباح يعني ما قلتش جامد. تمام. فبس كده. نرجع تاني لصندر. دي التشكيلة بتاعتي من الأسهم. أنا هستنى كام يوم وهسحب فلوس من أكرو جروب واستثمرها في شركة في شركة إيه؟ القناة للتوكيلات الملاحية، عشان هتوزع كوبون. هاخد الكوبون وهسحب بعديها، هسحب فلوسي بعديها واحطها في شركة العربية للأسمنت. اخد ربح بتاع توزيع النقد بتاع الكوبون، يعني بتاع شركة العربية للأسمنت، وابيع. بعد كده استنى السعر ينزل وهنزل اشتري من تحت، بس بعدها باسبوعين 3 يكون السعر مسك نفسه ويبقى باين عليه مؤشرات ان هو وصل لنقطة دعم قوية اقدر اشتري منها. بس كده. وبعدها هروح هشتري اسهم في شركة الوطنية للإسكان. فكده يعني حرفيا في اسبوعين هشتري 3 اسهم، ودي تعتبر مضاربة، لان انا خسرت في شركة منصورة للدواجن اكتر من 15,000 اكتر من 3000 جنيه. فانا عايز اعوض. دي مضاربة فيها ريسك. هشارك ده كله معاكم ان شاء الله. لو انت معمل لي متابعة فهتشوف الشورتس اللي انا الصفقات اللي انا بعملها. اوكي. ف 8% هنا على 6% من هنا على 8% هنا، هعوض الخسارة اللي أنا عملتها. و بعد كده هبدأ بقى أفكر في الاستثمار طويل الأجل، لأن الحاجات اللي أنا بعملها دي فيها ريسك، وأنا ما بحبش أوجع دماغي كتير بالحاجات دي. أنا بحب أستثمر في شركة أقعد فيها 5 6 7 8 9 سنين. فده يعني بيحقق لك عائد كبير جدا. فده بس الخلاصة. أنا شايف العربية الأسمنت شركة قوية في القطاع بتاع الأسمنت. ممكن لما أجمع الفلوس، بعد ما أجمع الفلوس وأعوض الخسارة اللي أنا خسرتها، هيكون معايا حوالي 28 29 ألف معرفش، أو 30 ألف معرفش. ممكن بقى أبدأ أحط أغلبهم في العربية الأسمنت، وأحط جزء
في شركة الرعاية الصحية أو القطاع العقاري أو قطاع الدواجن. في قطاع الدواجن ممكن أحط في منصورة الدواجن أو الشرقية للدخان أو القاهرة للدواجن. التلات شركات دي هعيد حساباتهم تاني وأشوف إيه اللي يناسبني في الاستثمار، وهحط جزء من ال30 أو 27 ألف، معرفش ساعتها هيبقوا كام، وهحط جزء. وانا اكتشفت لو تلاحظوا الحلقات اللي فاتت كنت معايا بتاع 7 8 اسهم، بس ده غلط. ليه؟ لان انا معيش فلوس كتير العب بيها، معيش فلوس كتير احطها استثمر بيها. في الستيج بتاعتي في حالتي المفروض احط سهم او اتنين بس، ما يكونش معايا اوراق ماليه كتير. ليه؟ لان انا معيش فلوس كتير اوزعها، التوزيع مش هيعمل لي حاجه طول ما انا معايا شويه الوفات. بالنسبه لي التوزيع اقل من مبلغ 100,000 انت كده مش بتعظم العائد، انت كده بتقلل العائد. فهتقولي بس انت كده ريسكك عالي. عايز اقولك ان انا ريسك مش عالي لان انا فلوسي مش كتيرة، فانا لو خسرت جزء منها مش هزعل. تاني حاجة، انا شخص قابل للمخاطر، كل الحاجات دي انا حاسبها كويس. لو خسرت الفلوس مش هتأثر بحاجة، تمام. فكل واحد يقدر يستحمل ريسك معين، ده ممكن يناسبك ده ممكن ما يناسبنيش. بس انا واحد في سن ال20، عندي 21، ما عنديش التزامات، اقدر اريسك براحتي. مش معنى كده ان انا احط فلوسي كلها في اسهم، لا، لازم احط في ذهب، لازم احط في حاجات دفاعيه، احط في حاجات في EGX30، احط في حاجات في الصكوك. ممكن واحد تاني يحطها في الودائع والسندات واذون الخزانه. فده ببساطه كل واحد ليه الحاجات اللي تناسبه. فده ببساطه فيديو النهارده. اتمنى اكون ما اطولش عليك. تابعني عشان تشوف انا بستثمر ازاي. هدفي من السلسله دي ان انا اوصل للمليون واوثقها قدامكم. بعد ما اوصل مليون ما اعرفش هكمل في السلسله دي ولا لا، والله اعلم، ممكن افشل. بس اللي انا بعمله ان انا بشارك رحلتي الماليه قدامك، ازاي بستثمر فلوس، لما بغلط بتعلم وبعمل ايه. ممكن اخسر فلوس كتيره، ممكن ما اوصلش للمليون، ده عادي جدا، بس على الاقل انا بحاول وبوثق لك يعني رحلتي في الاستقرار المالي او في الاستثمار عموما. ما شفتش حد الصراحه في الميدل ايست او في بلدي عموما اللي هي مصر بيعمل الحوار ده، فقررت ان انا اكون اول واحد. فاتمنى كنت اتمنى اشوف حد زي كده اتعلم منه، فانا قررت ان انا اكون الحد ده واوريك ازاي تستثمر. على فكرة في البورصة مش شرط ان انت تبقى خبير ان انت تستثمر في البورصة، ممكن تتابع ناس وتقلدهم او تشوف بيستثمروا ازاي وتستثمر زيهم في حاجات تانية مختلفة. او ممكن تستثمر في صناديق الاستثمار وتريح دماغك، بيبقى فيها محللين ماليين وبيبقى عليهم مدير مالي بيحدد سياسة الاستثمارية للصندوق، وانت تبقى مريح دماغك. كل عليك ان انت تجيب فلوس تستثمرها، وكل حاجة تناسب يعني كل أداة مالية وورقة مالية بتناسب ناس معينين. فمن غير ما أطول عليك على الفيديو، طول ما أنت وصلت الفيديو النهاردة فأنت اديتني أغلى حاجتين، وقتك واهتمامك، وأنا شايفهم حاجتين بقدرهم جدا. أنا محمد خالد، والسلام عليكم.